السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. والنهاردة من أمام استاد الوسيل، استاد المونديالي، استاد نهائي مونديال كأس العالم 2022. النهاردة طبعا إن شاء الله بإذن الله هيكون مباراة النهائية من مونديال كأس العالم 2022، والمباراة المنتظرة لكل عشاق نادي منتخب الأرجنتين ومنتخب فرنسا. النهاردة طبعا إن شاء الله في النهائيات، ويكون النهارده ان شاء الله مباراه المنتظره للجميع جدا، لكل الناس. ان شاء الله هيكون مباراه على اعلى مستوى. النهارده طبعا استاد الوسيل اللي يشمل اكتر من 75 ألف متفرج. النهارده طبعا هيقام عليه نهائي بطولة كأس العالم 2022 إن شاء الله. طبعا شفنا جمهور ضخم جدا في كل الاحتفالات، جمهور المنتخب الأرجنتيني في سواقف وعلى الكورنيش، وشفناه في قطارة، وشفناه في كل مكان في الدوحة، عامل ضجة جدا وعامل شغب بجمهوره بأدب وكل احترام. ولكن طبعا جمهور كبير جدا لمنتخب أرجنتين. النهارده ان شاء الله برضو بنشاهد منتخب فرنسا اللي عنده جمهور كبير وجمهور من كل انحاء العالم. منتخب فرنسا حامل اللقب. ان شاء الله باذن الله هتكون مباراه ممتعه للجميع. طبعا استاد الوسيل الكبير اللي عامل ضجه والحدث الاكبر في مونديال كاس العالم هيشمل المباراه النهائيه من مونديال كاس العالم 2022 ان شاء الله. شايفين تنظيم مونديال كاس العالم على اعلى مستوى وعلى افضل مستوى في الدوحه قطر. طبعا المونديال الافضل في العالم هو مونديال قطر 2022. ان شاء الله باذن الله يكون طبعا النهارده تكون مباراه ممتعه لكل عشاق كره القدم. نستمتع بالنهائي العظيم والكلاسيكو اللي دايما تاني مرة على التوالي في منتخب فرنسا اللي دايما معودنا على ذلك، ودايما يكون عند حسن ظن جمهور ومنتخب فرنسا. ان شاء الله بإذن الله نحضر مباراة ممتعة مع بعض من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد. ولسه بدري طبعا على لقاء المباراة، ولكن ان شاء الله احنا قلنا نيجي نصور الاجواء قبل انطلاق المباراة. وان شاء الله باذن الله نشوف مباراة ممتعة مع بعض وحاجة جميلة جدا. ناخد جولة مع بعض كده من داخل الاستاد. شايفين العظمة وشايفين الجمال، شايفين العظمه يا جدعان. وطبعا احنا يعني ابتدى جمهور المنتخب الارجنتيني يحضر في الاستاد، وابتدى يجي لسه بدري، لسه باقي اكتر من 4 ساعات ولا 5 ساعات على اللقاء المونديال. ولكن جمهور المنتخب الارجنتيني حاضر وبقوه، وعنده الحماس والجراءه انه يكون موجود في الاستاد. يعني فتره معايشه في خلال شهر المونديال كاس العالم، فتره معايشه بالنسبه للمنتخبات الاجنبيه والمنتخبات العربيه. طبعا النهارده بنشوف اجواء جديده لكل عشاق كره القدم، اجواء ممتعه داخل الدوحه، وكل مكان في الدوحه في احتفاليات وفي شاشات سكرين تشوف عليها المباراه، وتشوف طبعا احتفالات في السوق واقف وعلى الكورنيش وفي قطاره وفي كل مول الفندوم، وطبعا مول قطر. وبنشوف في كل مكان. بصراحة الدوحة مش مخلينا محتاجين أي حاجة، ولا مخلية الجمهور العربي محتاج أي حاجة، ولا الجمهور الأجنبي. طبعا شفنا كل لقاء لكل القنوات الأجنبية والعربية لقاءات ممتعة، وبيقولوا طبعا قطر الحدث الأكبر في العالم، إن عملت حاجة ما عملتهاش العالم كله. وطبعا كله بيشيد بذلك ان قطر عملت معجزة بالنسبة للكورة، المونديالية، بالنسبة لكأس العالم قطر 2022. قطر طبعا هي الافضل، وان شاء الله تكون افضل باستمرار، لان طبعا بلدنا التانية قطر الحبيبة
عشنا فيها وشفنا اللي عمرنا ما شفناه في اي دولة تانية، ولكن ان شاء الله باذن الله تكون جميلة دايما وتكون ممتعة وخلت العالم كله اتبهر بالمونديال، وان شاء الله باذن الله تفضل على هذا الحال في كل سنه وكل مونديال باذن الله. طبعا ان شاء الله بعد مونديال كاس العالم ما يخلص، النهارده اخر يوم في مونديال كاس العالم، وهنشاهد المباراه القويه والمباراه المنتظره النهارده، الارجنتين ومنتخب فرنسا. وان شاء الله بعد كده هننتقل بقى لكاس اسيا في الايام القادمه باذن الله، بعد بطوله كاس العالم 2022 ان شاء الله هننتقل لكاس اسيا، وبرضه معاكم واحده واحده، وهنصور من كل مكان من داخل ومن خارج الاستاد، ونشوف جمهورنا العظيم العربي ان شاء الله هيكون في الدوحه قطر باذن الله. وطبعا نحب نهنئ بقى بما ان طبعا الفيديو الجميل دوت، نحب نهني النادي الاهلي المصري، اللي طبعا ان شاء الله باذن الله هيكون ليه مكانه في مونديال كاس العالم للانديه في بلدنا الحبيبه المغرب، وان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير ومؤثر في مونديال كاس العالم للانديه ان شاء الله. النادي الاهلي المصري طبعا لازم ندعم فريقنا القوي. وطبعا الاهلي سمعته بره مصر وجوه مصر كبيره جدا، وليه جماهير جدا كبيره داخل مصر وخارج مصر، وان شاء الله باذن الله يكون مونديال كاس العالم للانديه يكون خير على النادي الاهلي المصري. ونرجع ونقول هارد لك للمنتخب المغربي اللي عمل طفره كبيره جدا في مونديال كاس العالم 2022 قطر. وطبعا لعيبه رجاله، لعيبه سود زي ما قالوا الكتاب. طبعا المنتخب المغربي صعد للمربع الذهبي في مونديال كاس العالم، اللي ما قدرش اي منتخب عربي يوصل اللي وصلته المنتخب المغرب. وطبعا احنا في ظهر المنتخب المغربي، ودايما بندعم المنتخبات العربيه. منتخب المغرب الشقيق اللي دايما وعند حسن ظن جمهوره. وطبعا شفنا مباراة كانت قوية بالأمس أمام كرواتيا، والحمد لله قدر يعمل مباراة كبيرة أمام فرنسا وأمام كرواتيا، والبطولة كلها عمل بطولة جميلة جدا في مونديال كأس العالم 2022. والحمد لله قدرنا نشوف منتخب عربي قوي في مونديال كأس العالم، وقدرنا إن شاء الله بإذن الله نقدر في الأيام القادمة بإذن الله نشوف منتخبات عربية موجودة في كل مونديال في كل كأس عالم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. طبعا بإذن الله احنا موجودين معاكم في كل تغطية وفي كل مكان في الدوحة إن شاء الله بإذن الله. هنصور من داخل ومن خارج الاستاد، وطبعا تغطية حية من أمام استاد الوسيل. نشوفكم بإذن الله بالليل مع بعض في السهرة الجميلة. سهرتنا الليلة طبعا منتخب فرنسا، طبعا أكيد يعني منتخب فرنسا حامل اللقب، أكيد مرشحينه في نهائي كأس العالم، وحامل اللقب احتمال كبير يشيل لقب كأس العالم 2022 اليوم بإذن الله. والأرجنتين برضو مرشحة بقوة، ولكن طبعا المنتخب الأقوى هو منتخب فرنسا. والنهاردة بما إني بقى بتكلم في الفيديو العظيم الفيديو الجميل دوت، أقول لكم إن النهاردة اليوم الوطني لقطر. النهارده اليوم يوم 18 اليوم الوطني لقطر النهارده، واحتفاليات بعد المونديال. بعد المباراة النهارده بالليل هتبقى شماريخ للصبح، النهارده شماريخ والعاب ناريه واحتفالات كبيره جدا في كل منطقه في قطر. النهارده فعاليه كبيره جدا، لان النهارده اليوم الوطني لقطر النهارده، واليوم يوم عظيم جدا لكل عشاق قطر. النهارده لازم نحتفل مع بعض في كل مكان. طبعا قطر بتحتفل باليوم الوطني بتاعها، واحنا دايما نكون
عند حسن ظن قطر باذن الله. احنا في ظهر قطر وبندعمها في كل مكان، وباذن الله قطر هي الافضل حتى الان في العالم كله، لان قطر اثبتت للعالم ان هي قادره على كل شيء. والحمد لله باذن الله يا ربي. زي ما شفنا قطر كده في مونديال كاس العالم والاجواء الجميله والممتعه في قطر، نشوف بلد عربي تستضيف مونديال كاس العالم، ونشوف الاجواء الجميله دي زي ما شفناها في قطر نشوفها في اي بلد عربي باذن الله. باذن الله في الايام القادمه، واشوفكم على فيديو جديد. وطبعا النهارده طبعا ما تنسوش النهارده بالليل بعد المباراة مباشرة هتلاقي احتفالات للصبح بإذن الله، لأن النهاردة مش نهائي مونديال كأس العالم وبس، ده النهاردة يوم جميل لقطر وحاجات جميلة جدا لمنتخب قطر. النهاردة اليوم الوطني، وهنشوف احتفاليات، وطبعا هنشوف برضو الشيخ تميم الثاني طبعا الأمير المفضل لقطر، وبإذن الله نشوفه النهاردة في احتفاليات اليوم الوطني باذن الله النهارده بالليل على الكورنيش، وهيبقى يوم جميل جدا. واحنا طبعا بنبقى كلنا سعداء وبنستنى اليوم ده من السنه للسنه، كل سنه بنستناه. وباذن الله هيكون الاجواء جميله جدا النهارده في استاد الوسيل، اللي هيشمل المباراة النهائية لمنتخب فرنسا ومنتخب الأرجنتين. بإذن الله الأجواء جميلة جدا، وإن شاء الله كله هيبقى مبسوط، وكله هيبقى الدنيا تمام النهاردة. حتى الجماهير ابتدت تيجي، أنا شايف جماهير جاية بدري جدا، والأجواء هتبقى جميلة جدا إن شاء الله. النهاردة طبعا آخر يوم في المونديال، واستاد زي ما انتم شايفين كده روعه 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 جدا، جميل جدا من داخل الاستاد ومن خارج الاستاد. طبعا حاجه جميله جدا. استاد الوسيل، استاد المونديالي، استاد اللي ان شاء الله النهارده هيشمل اكتر من 75 الف متفرج على الاستاد ده. ولكن ان شاء الله باذن الله النهايه في الخواتيم، يعني ان شاء الله هنشوف النهارده مين حامل اللقب كاس العالم 2022، وهنرجع مع بعض بفيديو جميل وتصوير جديد باذن الله. وكما عودتكم على قناه الكاس، ان شاء الله باذن الله الاجواء هتبقى جميله معانا ومعاكم باذن الله في كل مكان، في كل مكان في الدوحه. الدوحه جميله جدا، وكل عشاق الدوحه، يعني انا من عشاق الدوحه وما اقدرش استغنى عنها، لان طبعا البلد اللي عشت فيها اكتر من 10 سنين ما اقدرش انكر خيرها. قطر جميله جدا، وشفنا فيها حاجات، شفنا فيها الخير كله، وشفنا فيها راحتنا وراحة بالنا، وشفنا فيها شغلنا، وشفنا فيها كل شيء جميل. وطبعا ان شاء الله باذن الله مستمرين معاكم بقى في كل لحظه من مونديال كاس العالم. طبعا ده كفايه علينا مونديال كاس العالم اللي حضرناه في الدوحه، وطبعا اجواء جميله جدا، وقدرت توفر للعالم كله. قطر قدرت توفر للعالم كله راحتها في كل مكان، ان كان في وسيله مواصلات، ولا ان كانت في اوبر، ولا في تاكسي، ولا ان كان في مترو، ولا ان كانت في الباصات اللي هي تبع المترو مجانا، وكمان مترو مجانا بدون مقابل، وباصات يا جدعان زي ما انتم شايفين كده، الباصات اهي مجانا يا جدعان. واهم حاجه راحه الجمهور في كل مكان. والله العظيم قطر بصراحه تستحق الافضل في الايام اللي فاتت، ولكن باذن الله نشوف باذن الله قطر دايما الافضل في كل وقت وكل مكان. ان شاء الله اسيبكم بقى دلوقتي ونروح على نجهز للمباراه الكبيره المنتظره، نهائي مونديال كاس العالم 2022 ما بين المنتخب الارجنتيني ومنتخب فرنسا. النهارده بالليل باذن الله هنكون مع بعض بتغطيه جديده وتغطيه حيه باذن الله، وفيديو جديد باذن الله. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. طبعا باذن الله هنشوف بعض باذن الله من داخل استاد الوسيل بالليل ان شاء الله. هنصور لكم تغطيه حيه وتغطيه جميله وبث مباشر كمان علشان خاطركم انتوا، يعني بث مباشر عشان خاطركم انتم. وطبعا كل التغطيه وكل التعب اللي انا فيه دوت
علشان خاطركم انتوا باذن الله. وطبعا من غيركم انا ما اقدرش اوصل لاي حاجه، وانا مستني دعمكم باذن الله ليا، لان دعمك ليا بيديني حماس كبير وبيديني فعاليه اكبر ان انا اشتغل على نفسي واشتغل واصور من كل مكان. وانا مستني منكم دعمكم. اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد باذن الله. ومتنسوش تشترك في القناه مع خالد بكار، قناه الكاس مع خالد بكار ان شاء الله باذن الله. اشوفكم من داخل الاستاد اليوم باذن الله. نهائي كاس العالم، منتخب الارجنتين منتخب فرنسا في نهائي كاس العالم. يا ترى مين هيحمل اللقب مونديال كاس العالم؟ اشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.